لماذا لا نجد تماثيل بتيمغاد وباقي المدن الأثرية الجزائرية؟ من الأسئلة الأكثر تكرارا، لماذا بالمدن الأثرية مثل تيمغاد نجد فقط قواعد التماثيل ولا نجد التماثيل؟ وإن وجدناها نجد فقط أجزاء منها. في الحقيقة ليست فقط المدن الأثرية الجزائرية التي شاهدت هذه الظاهرة، بل كل المدن الأثرية التي تعود للفترة الرومانية في العالم. في الفترة الرومانية كانت التماثيل تزين كل المدن الجزائرية كتيمغاد، مادور، هيبون، جميلة إلى آخره. هذه التماثيل نجد قواعدها ما زالت ليومنا هذا، كهذه القواعد التي لا زالت ليومنا هذا في فورم تيمغاد. إذا ما هي أسباب اختفاء التماثيل بالمدن الأثرية؟ سنجيب عن هذا السؤال بذكر البعض من الأسباب الرئيسية. التماثيل في الفترة الرومانية كانت تصنع من الرخام والبرونز، وهذه المواد غالية الثمن، وكان يعاد استعمالها مع مرور الزمن، خاصة بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية. فالتماثيل من البرونز مثلا يتم تذويبها وإعادة استعمالها لصنع أشياء أخرى، والتماثيل الرخامية يتم تكسيرها واستعمالها في البناء. بالنسبة للتماثيل الرخامية، أثناء الحفريات نجد عادة قطع من هذه التماثيل التي تم تكسيرها واستعملت في البناء، وهي تعرض اليوم بالمتاحف. كما تم تهديم التماثيل خلال الحروب والاحتلالات، وكذلك لأسباب دينية، فمثلا في الفترة المسيحية قاموا بتهديم التماثيل الوثنية. هذه الأسباب التي ذكرناها هي أسباب عامة، وهنالك أسباب أخرى تختلف من موقع لآخر ومن تمثال لآخر. لكان عجبتك الفيديو ما تنساش تشارك بالقناة وتنشر الفيديو.